السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أبطال سنة أولى؟ أنا مستر بكار، وهنا في قناة حكاية علوم هنبدأ مع بعض رحلة جديدة شرح مادة العلوم في الترم التاني للصف الأول إعدادي، وأول درس معانا في الوحدة الأولى بعنوان الفلزات واللافلزات. أخدنا طبعا شوية معلومات الترم اللي فات عنهم، الترم ده هنتكلم باستفاضة شوية عنهم. أول حاجة عرفناها الترم اللي فات إن عدد العناصر الموجودة كام؟ 118 عنصر، وأول من قسم هذه العناصر لفلزات ولافلزات كان العالم بيرزيليوس، وخدنا برضو إن العناصر دي اتقسمت على حسب تركيبها الكيميائي والفيزيائي والتركيب الإلكتروني بتاعها لفلزات ولافلزات وأشباه فلزات وغازات خاملة. إيه الفرق بين الفلزات واللافلزات؟ بخلاف الشكل والحالة بتاعتهم إن الفلزات بيحتوي مستوى الطاقة الأخير بتاعها على كام؟ على 1 أو 2 أو 3 إلكترون، يعني بتميل إلى فقد إلكترونات عشان تتحول إلى أيون موجب. أما اللافلزات تحتوي في مستوى التكافؤ بتاعها اللي هو المستوى الطاقة الخارجي على 4 أو 5 أو 6 إلكترون، يعني تحتاج إلى اكتساب إلكترونات عشان تتحول إلى أيون سالب. وبالتالي الفلزات دلوقتي هنقارن بين الفلزات واللافلزات، يعني عندنا قطعة حديد وقطعة كبريت. إيه اللي باين قدامنا؟ إن قطعة الحديد لها بريق معدني، وقطعة الحديد برضو بتوصل حرارة وبتوصل كهرباء. ولو جينا طرقنا على قطعة الحديد بمطرقة تقيلة، قطعة الحديد دي هتنتني معانا ونقدر نشكلها ونقدر نصهرها ونشكلها في أي أشكال إحنا عاوزينها. أما قطعة الكبريت ليس لها بريق معدني ولا لمعان، ومش بتوصل كهرباء ولا حرارة. وبرضه لو جينا طرقنا على قطعة الكبريت دي بأي مطرقة حتى لو خفيفة، الكبريت ده هيتفتت معانا. ليه؟ لأنه غير قابل للطرق. تمام؟ فده الفرق بين الفلزات واللافلزات. الفلزات بتكون موجودة في صورة صلبة، كل الفلزات بتكون موجودة في صورة صلبة ما عدا عنصر اللي هو الزئبق بيوجد في صورة سائلة. أما الفلزات بتبقى معظمها في صورة صلبة أو غازية ما عدا عنصر إيه؟ البروم بيكون موجود في صورة سائلة. الفلزات زي مغنيسيوم، حديد، ذهب. أما الفلزات زي كلور، بروم، أكسجين، كبريت. اللافلز الوحيد اللي بيوصل كهرباء هو إيه؟ فلز الجرافيت. دلوقتي عندنا شوية دلوقتي مجموعة من الفلزات ومجموعة من اللافلزات. الألومنيوم بيقول لك ليه احنا شكلنا الألومنيوم نقدر نشكله في شكل أواني أو في شكل فويل أو في شكل سلاسل، والذهب نقدر نشكله في أساور. ده ليه؟ لأن الذهب والألومنيوم والحديد من الفلزات القابلة للطرق والسحب والتشكيل. أما بالنسبة للأكسجين، كلور، فلور، كبريت، كل دي لا فلزات غير قابلة للطرق ولا السحب ولا التشكيل. بيدينا سؤال دلوقتي بيقول لك ليه نقدر نشكل النحاس والذهب والحديد في أشكال كتير. ده ليه؟ لأنه من الفلزات القابلة للطرق والسحب والتشكيل. أما بالنسبة لي الكبريت ليه بيقولك لو طرقنا عليه هيتفتت؟ لأنه من اللافلزات الغير قابلة لإيه؟ للطرق. وبيديك شوية أمثلة في صور جانبية عشان نوضح بيها إن الذهب نقدر نشكله في شكل أساور، ونقدر نطرق على الحديد من غير ما يتفتت معانا، على عكس طبعا الكبريت والفحم وباقي اللافلزات. هنيجي ندخل بقى دلوقتي على سؤال مهم جدا، بيقول لك ليه الجرافيت بيستخدم في صناعة العمود الجاف مع إنه من اللافلزات؟ الجرافيت ده اللي هو إيه؟ هو الكربون. يبقى نجاوب إزاي؟ نقول لأن الكربون أو الجرافيت ده هو اللافلز الوحيد اللي إيه؟ أيوه، هو اللافلز الوحيد الجاي للتوصيل الكهربائي. لو قدامنا دلوقتي دايرة كهربائية، بيقول لك جايب لك دلوقتي 4 عناصر. بيقول لك الدايرة الكهربائية هتشتغل في حالة وجود أي عنصر من الأربعة دول باستثناء عنصر واحد بس. يعني في 3 هيخلوا الدايرة الكهربائية دي تشتغل باستثناء عنصر واحد بس. نبدأ كده من تحت. الجرافيت ده لا فلز، بس برضه لا فلز إيه؟ موصل جيد للكهرباء، يعني ده هيخلي الدايرة تشتغل. تاني حاجة الفضة فلز هيوصل كهرباء. الخرسين فلز هيوصل كهرباء. يبقى ما عادش غير مين؟ ما عادش غير الفوسفور. هو ده العنصر الوحيد اللي مش هيخلي الدايرة تشتغل. ليه؟ لأنه لا فلز. يبقى التلاتة اللي تحت هيشغلوا الدايرة باستثناء الفوسفور. لو جاب لك دلوقتي عنصرين ويديك بس لكل عنصر العدد الذري، ويقول لك مين فلز ومين لا فلز، طب انت دلوقتي مش عارف شكل العنصر ده، مش عارف يا ترى بيلمع ولا لا، مش هتقدر تميز من حاله الشكل لانه مش مديك شكله. فاحنا نعمل ايه؟ بيديك العدد الذري، نبدا نوزع. الصوديوم نوزعه 2 8 1 عند مستوى التكافؤ الكترون واحد، يعني هيفقد الكترونات. يفقد الكترونات، فبالتالي ده فلز قابل لتوصيل الكهرباء. أما بالنسبة للكلور هنيجي نوزعه، هيبقى 2 8 7 عنده 7 إلكترونات في مستوى التكافؤ، وبالتالي هو لا فلز غير قابل لتوصيل الكهرباء. كده نقدر نوزع بكل سهولة أي عنصرين يدهم لنا. مدينا دلوقتي تعريف
بيقول لك ايه هي الشبكه البلوريه الفلزيه. قبل ما اعرف يعني ايه شبكه بلوريه فلزيه لازم اعرف كلمه شبكه بلوريه يعني ايه اصلا. بيقول لك الشبكه البلوريه دي يعني نمط متكرر ثلاثي الابعاد من الذرات والجزيئات. تمام، يعني هو بيديك مجموعه من الذرات بنشكلها في نمط ثلاثي الابعاد، بيستبدل فيها الذرات والجزيئات بايه؟ بنقاط. تمام كده. والنقاط دي هتتصل مع بعضها في ثلاث مستويات متعامدة عشان تكون ايه؟ بنية متكررة. يعني النقاط دي هتفضل تكرر نفسها كل شوية لحد ما تبان شكل ثلاثي الأبعاد. ندخل بقى على تعريف تاني اللي هو الرابطة الفلزية. ايه كلمة رابطة فلزية دي؟ بقول لك هي رابطة بتوجد بين ذرات العنصر الفلزي. تمام، يبقى الرابطة الفيزيائية بتتجمع فيها ذرات عنصر فلز في ترتيب يسمى ايه؟ الشبكة البلورية. يعني الشبكة البلورية دي هي الترتيب اللي بتترتب فيه ذرات العنصر الفلزي. تمام، والترتيب بيبقى عامل ازاي؟ بيقول لك بيكون مجموعة من الكاتيونات الموجبة محاطة بايه؟ بسحابة من الالكترونات السالبة. طب الكاتيونات موجبة والكترونات سالبة يحصل بينهم تجاذب، التجاذب اللي بينهم ده هو ده الرابطة الفلزية. والرابطة الفلزية دي هي المسؤولة عن صلابة الفلز. يعني كل ما كانت الرابطة الفلزية بين ذرات العنصر قوية كل ما كان الفلز ده صلب، وكل ما كان الفلز ده صلب كل ما كانت درجة انصهاره ايه؟ عالية. بالظبط كده. يبقى هو دلوقتي جايب لك دلوقتي مثال، بيديك ثلاث عناصر وبيديك درجة الانصهار بالثلاثة. هو بيديك درجة الانصهار للثلاثة، اللي درجة انصهاره عالية ده معناه إن هو أكثر صلابة، وده معناه إن الرابطة الفلزية بين ذرات العنصر بتاعه قوية. بالظبط كده. يعني الألمنيوم الرابطة الفلزية فيه أقوى ودرجة صلابته أعلى ودرجة انصهاره أعلى من المغنيسيوم. والمغنيسيوم الرابطة الفلزية فيه أقوى ودرجة صلابته أعلى ودرجة انصهاره أعلى من الصوديوم. يعني كل ما كانت درجة الانصهار عالية ده معناه إن الصلابة عالية، وده معناه إن الرابطة الفلزية قوية، والعكس صحيح. يبقى كل اللي فات ده تلخيصه إن الفلز الأكثر صلابة درجة انصهاره عالية، والرابطة الفلزية بين ذرات العنصر بتاعته بتكون قوية. بس كده. ندخل بقى على تعريف جديد بيقول لك إيه هو السبائك. أنا دلوقتي عندي فلز، تمام، بس الفلز ده عنده ميزة معينة إن هو بيقاوم للصدأ، مقاوم أوي للصدأ، بس عنده عيب برضو إن الفلز ده لين. يعني أنا ما أقدرش أدخله في بعض الصناعات. تمام، فأنا عايز أستفاد من الفلز ده في صناعة معينة، بس أنا عايز يكون صلب شوية، فأعمل إيه؟ أجيب عنصر تاني صلب وادخله مع العنصر ده بنسبة معينة، اخلطهم مع بعض بحيث ان العنصر التاني ده يكتسب صلابة من العنصر الاول، يكتسب صلابة من العنصر التاني. فدي حاجة اسمها سبيكة. يعني بجيب فلزين اصهرهم واخلطهم ببعض يديني سبيكة. تمام، يبقى هي السبيكة هي مخلوط مكون من مسحور فلزين او اكتر. وده انا بعمل الموضوع ده ليه؟ عشان بيقول لك الفلزات النقيه غالبا ما تكون ايه؟ لينه غير صالحه للاستخدام. عشان كده بضيف ليها مسحور فلز تاني عشان يكون بيعرف بايه؟ بالسبيكه. السبيكه دي مش مركب بل مخاليط. الفرق بين المخلوط والمركب ان المخلوط ده الرابط بتكون بين المركبات بتكون روابط فيزيائيه، عشان كده مش بعبر عنها بصيغة جزيئية، لأن الروابط جواه بتكون روابط فيزيائية وليست روابط كيميائية. أشهر أنواع السبائك المستخدمة في صناعة الحلى هي سبيكة إيه؟ البرونز. من خواصها إنها أكثر صلابة من النحاس والقصدير، هي بتبقى نحاس على قصدير. يبقى سبيكة البرونز زي ما قلنا بناخد فلز معين بحط له فلز تاني صلب عشان إيه؟ عشان يزود الصلابة بتاعته. فأنا باخد 95% من النحاس لأن ده الفلز اللي أنا محتاجاه باخده بنسبة كبيرة، بحط له شوية قصدير عشان يزودوا إيه؟ نسبة الصلابة بتاعته ونسبة إيه؟ مقاومته للتآكل. يبقى دلوقتي أشهر سبيكة مستخدمة في صناعة الحلى هي سبيكة البرونز، بتتكون من إيه؟ 95% نحاس، بزود عليهم 5% من القصدير عشان إيه؟ عشان تزود نسبة المقاومة بتاعة التآكل وتزود نسبة الصلابة بتاعته. يبقى مميزاتها إن هي غير قابلة للصدأ وإيه؟ وأكثر طلبا من النحاس. ندخل على تعريف جديد اسمه إعادة التدوير. يعني إيه كلمة إعادة التدوير؟ عملية تحويل النفايات لمواد صالحة للاستخدام. إعادة التدوير اللي هو بمعنى أصح إن أنا باخد مواد استخدمتها قبل كده زي مثلا علب الكنز، زي أواني ما عدتش محتاجاها، وبتروح تاني للمصانع يكونوا منها إيه؟ أدوات جديدة. طب ليه أنا بعمل إعادة تدوير لفلزات زي النحاس والصوديوم؟ عشان الخام بتاعها بيكون نادر في القشرة الأرضية. المادة الخام بتاعتهم بتكون نادرة. تاني حاجة صعوبة استخلاصها بتحتاج أدوات كتيرة. تالت حاجة آم، عملية إعادة التدوير بتكون أرخص بكتير قوي من عملية الصناعة.
وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الملخص بتاعنا لذيذ. ما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب لو كنتوا على اليوتيوب.